خلي بالك، إياك تسيب ابنك الصغير يلعب في الحمام لوحده. عارف لما تكون قاعد في أمان الله وفجأة تسمع صرخة تخلي دمك يتجمد؟ هو ده اللي حصل مع كريم. طبعا بفكركم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو مش متابعني لحد دلوقتي ما تنساش تعمل متابعة. ودلوقتي تعالوا نشوف ايه اللي حصل. كريم ابنه عنده 5 سنين، متعود كل يوم يدخل الحمام يلعب في المية، يفتح الحنفية يقفلها. كريم كان شايفها عادة بريئة لحد ما في يوم وهو بيتفرج على التلفزيون سمع صرخة مرعبة، واتفاجئ ان ابنه بيجري عليه، جسمه بيترعش ووشه شاحب. مسكه وسأله مالك؟ الولد رد عليه وقال له وهو بيعيط الولد اللي جوه ضربني. كريم ضحك وقال دي خيالات أطفال، بس علشان يطمنه مسكه من ايده وراح الحمام ووقف قدام الباب وقال بصوت عالي كأنه بيهزر اياك تمد ايدك على ابني تاني، فاهم؟ عدت الليلة لكن التمن جه تاني يوم. صحي من النوم مش قادر يحرك دراعه الشمال، مش تنميل، ألم شديد. قال أكيد بسبب نومه غلط، لكن اللي شافه في الليلة اللي بعدها خلاه يخاف بجد. بيقول صحي على كابوس، شاف طفل واقف في الحمام ومعاه كلب اسود، بصله وقال له علشان زعقتلي خليته يعضك. من يومها كريم ما بقاش يستهتر ولا يهزر مع المجهول، منع ابنه من العادة دي وبقى يحصن نفسه هو وابنه كل يوم بالقرآن. وبس كده، يا ريت ما توقفش الفيديو عندك وشاركنا تجربتك المرعبة عشان غيرك يستفيد.